تيجي نتكلم على ستايل مش واخد حقه خالص مع انه هيعجبكم. يلا بينا. ازاي تدخل روح الطراز الاسلاميك مع لمسه مودرن جوه بيتك؟ هو ده موضوعنا. بص يا سيدي، الفكره في غايه السهوله وفي غايه البساطه. اول حاجه هنبتدي بيها مثلا السجاده. ما تجيبش حاجه تقيله، خليها سجاده انيقه وبتصميم عربي خفيف. الوانها تكون ترابيه، زيتوني، ذهبي مطفي، تريكواز. حطها في الصاله بتاعتك على الباركيه، ومنها تبقى سجاده ومنها سجاده صلاه. هتكون ما بتصليش. مش هنقعد نظبط بيت الدنيا وتنسى بيت الاخره. بيت الاخره اهم. بعد كده ايه؟ الضوء يا ريس. تحطليش بقى نجفه عملاقه والجو اللي هو بتاع فندق شيراتون والكلام ده. حط حاجه كده في السيمبل، اباجوره خفيفه، نجفه صغيره تكون مستوحاه من شكل المشربيه، بس هتخليها ايه بقى يا معلم؟ هتخليها مينيمال وعصريه، تديك ضوء خافت كده ودافي ولذيذ، تخلي اي حد يخش عليك الشقه يقول لك الله ينور، تسلم المهندس اللي عملها لك. لو انا طب والحوايط ما تسيبهاليش عريانه، هنخشنها شويه. مثلا هنعمل برواز او هنعمل بانو ونحط فيه مثلا ورق حائط بنقوش اسلاميه او ارابيسك، او مثلا هنجيب قطع سيراميك صغيره اللي هو بتاعه الفسيفساء. ايوه ركز معايا في كده، اسمها الفسيفساء. ايوه، وهنحطها بدل النقوش بتاعه الارابيسك. كده هتبقى حطيت التاريخ على الحيطه من غير دوشه ومن غير ما تبان انك قديم. طبعا مش هننسى الكوشنز بتاعت الانتريه. هنجيب كوشنز برضو مستوحاه من الطراز الاسلامي، عليها نقوشات او حروف عربيه مفرده. طبعا بلاش الكوشنز اللي مكتوب عليها ناس يعرق فيها شر والجو ده. احنا مش داخلين بسبح. يبقى كده احنا عملنا سجاده، ضوء، حوائط، كوشنز. ولو دماغك زنت في حاجه او مش مترجمه في اللي انا بتكلم فيه، لغيني، سيب كومنت هرد عليك. قول لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتك وايه اكتر حاجه نفسك تعملها بالستايل دوت ومتردد. متنساش ان الستايل الاسلاميك مودرن ده هيخلي بيتك يقول انا عصري بس اصيل. سلام.